صينية السردين من غير حوارات كتير ولا توابل كتير، خطوات سهلة وبسيطة جدا، ودي أحلى صينية سردين ممكن تدوقيها. هنعمل مع بعض صينية سردين. أول حاجة أجيب الصينية اللي هنعمل فيها ونحط كده شوية زيت من تحت. عندي هنا بقى بطاطس وطماطم وبصل وليمون وفلفل حامي أو فلفل كوبي اللي هو البارد، يعني اللي هو الرومي براحته خالص. هرص البطاطس في الصينية كده. بعد كده هبتدي ان انا ارص الطماطم. بعد كده بقى حلقات البصل، وننزل بقى بالفلفل الحامي. عندي ان هو بقى التوابل اللي هستخدمها، هستخدم ملح، كمون، شطه وكزبره ناشفه. والشطه مش هستخدم شطه كتير لان انا هستخدمها فلفل حامي. طبعا انتوا عايزين ما تحطوش شطه براحتكم، او الفلفل الحامي برده براحتكم، بس طبعا السمك عامه او السردين بيبقى حلو هو مشطشط. وهرش بقى، هاخد منها لان انا طبعا هرش على السردين برده، هرش على الخضار بتاعنا عشان يتحيق او يتبل، يعني ياخد الطعم. عندي هنا بقى توم بفلفل حامي احمر واخضر، مدقوقين مفرومين او مدقوقين براحتكم، مع كزبره، ربطه كزبره مش كامله، يعني نصها مثلا ولا حاجه، طبعا على حسب كميه انت هتستنيها. حطيت معاهم ليمون وخل وشويه زيت مش كتير، حوالي معلقتين 3 كده، وطبعا ملح وكمون وكزبره. هاخد بقى من التتبيله بتاعتنا دي وهبتدي ان انا اوزعها على الخضار. مش هاخدها كلها لان انا هستخدم الباقي مع السردين. ده السردين بتاعي، ده سردين مكساوي، بنجيبه من ماكس عندنا من اسكندريه. طبعا انا بغسله كويس وبشيل الطبقه اللي عليه، اللي هي القشر اللي عليه، عشان لما نيجي ناكله ما القشر يعني ما يقفش في بقنا واحنا بناكله، يبقى هو مغسول كده ونضيف. بس طبعا ما بنفتحوش، بنسيبه مقفول. طب هنعرف ازاي بقى ان هو مكساوي او ان هو بتاع اسكندريه؟ القشره لما تيجي نشيلها بتتفرج معانا كده بالايد بمنتهى السهوله، بنفركها بايدينا بتتفرج وتتشال على طول. هبتدي بقى ان انا ارص السردين بتاعي حلقات او داير ما يدور. بعد ما رصيناه بالشكل ده، هبتدي بقى ان انا ارش عليه من التوابل اللي احنا حطيناها او عملناها سوا عشان يتملح كويس. هنزل بقى بشرايح الليمون بالشكل ده، وشويه فلفل متقطعين. بعد ما نزلنا بالفلفل والليمون، ننزل بقى بباقي التتبيله اللي احنا كنا عاملينها. لو عايزه تزودي خضره ممكن تزودي، ممكن تقطعي الخضره اللي انت عايزاها وتحطيها، سواء بقى بقدونس، شبت، كزبره، براحتك خالص. انا استخدمت زي ما قلت لك كزبره، واوقات بستخدم بقدونس، بس مش بحب احط على السردين من فوق يعني خضره، عشان خاطر بتتحرق بيبقى منظرها مش لطيف. عندي بقى هنا نص كوبايه من الميه، انا هحطها بس عشان خاطر البطاطس تستوي بس، لكن السردين او السمك عامه مش بيحتاج ميه. وعندي هنا بقى هزود شويه من الزيت عشان السردينيه تبقى معايا بتلمع، مش كتير يعني، بصوا حاجه بسيطه قوي، وندخلها بقى الفرن تستوي. صينيه السردين من غير حوارات كتير ولا توابل كتير، خطوات سهله وبسيطه جدا، ودي احلى صينيه سردين ممكن تدوقيها. تعالوا بقى ندوقها مع بعض. بصوا، اللهم بارك، السردين هو مش مستاهل ان انا افتحه لكم، بصوا هو اساسا دايب. بصوا، بسم الله ما شاء الله. بصوا البطاطس، بص حاجه كده بسم الله ما شاء الله. انا عايزه اوريكم اللحم دايب ازاي، وكل حاجه بقى متبله واخده من الطعم. الريحه عندي هنا فظيعه. قولوا لي بتعملوا كده ولا ليكم طريقه مميزه؟ لو في تركه جديده يا ريت تعرفوها. قولوا لي عايزين نعمل ايه تاني مع بعض، وجربوها وبألف هنا. باي باي.